انت لو رجعتي له تاني هيسيبك برضه الا لو عملتي الثلاث حاجات دول. اولا احتفظي بمشاعرك تجاهه جواكي، ما تفصحيش عنها خالص، لانه لما يرجع يتكلم معاكي هيجس النبض ويبقى عايز يعرف انت معدل حبك ليه عامل ازاي. فلو بان عليكي انك كنت طول الوقت ده مستنياه وعايزاه فهيبدا يضمن وجودك ويختفي ويبعد تاني. تاني حاجة، ما تعاتبيش وما تلوميش حتى لو انت من جواكي عندك نار تجاهه بسبب اللي عمله معاكي، لان العتاب ده هو هيعتبره ضعف منك وان الموضوع فارق جدا معاكي. كونك مش بتعاتبيه على اي حاجة من بعد رجوعه هيبدأ يحس ان هو مش فارق معاكي. فهو اصلا بقى لو بيحبك بجد وتعلم من الدرس وخايف يخسرك مش هيسيب اي فرصة ان هو يبعد عنك نهائي. تالت حاجة، اتصرفي بلا مبالاة. لو استخدم معاكي وسيلة استفزازية بكلام جارح، كلام يضايق، خليكي باردة، وحتى لو انت تتحرقي من جواكي بس خلي ردة فعلك باردة. جالك من حتة العاطفة وان هو بيلين قلبك، برضه خليكي باردة. والاهم من انك تكوني بارده في التعامل معاه كاسلوب خارجي، انك تكوني بارده من جواكي كشعور داخلي، وده اللي هيديكي نقطه قوه لصالحك هتمنعك من انك ترجعي تاني نفس الفخ اللي انت ربنا نجاكي منه. لو استخدمتي ثلاث الحاجات دول معاه وفضل مصر ان هو يقرب منك وان هو يصالحك، يبقى بيحبك بجد.